مش كل حاجة على التيك توك بتكون حقيقة. إحنا دايما ستات أو رجالة بنتخدع بالشاشات. كتير رجالة بيشوفوا ستات بينبهروا بيهم ويقولوا أهي أدي الستات ولا بلاش. وساعات ستات بتشوف رجالة وتقول يا خيبتي، صمت وفطرت على بصلة. أهدي الرجالة اللي تشرح القلب. بس الحقيقة دايما بتكون مختلفة. تعالوا معانا النهاردة نشوف حكاية محمود ومنى وإيه اللي حصل معاهم. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي أول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس على الكل علشان توصلكوا كل قصصنا. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. الساعة كانت 10 مساء. محمود كان واقف في البلكونة بيشرب شاي وعينه متثبتة على بلكونة سما جارتهم، ست شيك وجميلة. كانت طالعة تنشر الهدوم ولابسة لبس متشخلع على الآخر. وكان محمود واقف في البلكونة عمال يراقبها. محمود شغال محاسب في مكتب وبيرجع الساعة 6 وساعات بيرجع متأخر. أما منى مراته كانت دكتورة. أحيانا كتير كانت بتتأخر في شغلها، بس على قد ما بتقدر كانت بتحاول تراعي جوزها. وبتدخل منى وهي شايلة شنطتها وتعبانة جدا من المستشفى، ومنى بتنهيد التعب. يا جسمي، مش حاسة بنفسي خالص من كتر التعب. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشتني. ايه يا حودة، واقف هنا من بدري ولا ايه؟ ومحمود من غير ما يبصلها: بقالي ساعة. الجو بره أحسن بكتير من كتمة البيت. كتمة ايه يا حبيبي؟ ده الشقة ساقعة خالص وبحري كمان. ادخل يلا علشان أسخن الأكل وناكل مع بعض. ده أنا بص من الصبح هموت واكل، هفتانة جدا والله. بس للأسف الشغل كان كتير، ما قدرتش يعني أخطف حتى نص ساعة آكل فيها. لا مش عايز آكل. وبعدين هو إيه، الواحد ملهوش حق يشم شوية هوا؟ ولا لازم أخد إذن من سيادة الدكتورة؟ منى استغربت جدا وقربت منه وحطت إيديها على كتفه. مالك يا محمود؟ دخل فيها شمال ليه؟ أنا لسه داخلة وتعبانة جدا من العمليات، تقوم تقابلني كده؟ عموما يا سيدي مسامحاك. ها، قولي عملت ايه في يومك النهاردة؟ محمود لف ليها وبصلها بنظرة غريبة. عملت ايه؟ ولا حاجة، كنت بتفرج على الستات اللي بجد يا منى. ستات كده أول مرة أشوفهم، خلوني أحس إن اللي معايا دي مش ست. ومنى باستغراب: ستات؟ بجد؟ تقصد ايه يا محمود؟ مش فاهمة. ومحمود بيشاور لفوق: شفت جارتنا سما؟ الست اللي فوق دي كانت بتنشر غسيل دلوقتي. مالها سما؟ عارفاها، ست ذوق ومحترمة. مالها؟ ذوق ومحترمة بس؟ دي بتنشر بلبس يا منى. يخلي الواحد يسأل نفسه: هو أنا متجوز ست ولا متجوز واحد صاحبي في السكن؟ ومنى بصدمة: انت بتقول إيه يا محمود؟ انت بتراقب جارتك وهي بتنشر؟ وبعدين ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا دكتورة وليا وضعي، طبيعي لما أرجع البيت ألبس أي حاجة مريحة. ببقى راجعة تعبانة وهلكانة، طبيعي يعني ألبس بيجامة. ومحمود بيقطعها بحدة: بيجامة؟ أنا بقالي سنتين عايش في الموضوع ده، ما بشوفش إلا بيجامات وبس. أنا بحس إن اللي معايا في البيت غفير، مش ست. الست اللي بره دي رغم إنها بتنشر هدوم بس أنوثتها طاغية. ريحة برفانها واصل للبلكونة هنا، وانتي ريحتك كلها مطهرات ومستشفيات. ومنى دموعها نزلت: مطهرات؟ علشان بنقذ أرواح يا محمود، علشان بشتغل 12 ساعة
علشان نعيش في المستوى ده. أنت بتقارني بواحدة كل شغلانتها في الحياة إنها تلبس وتتزوق وتقعد في البلكونة. أيوة بقارن. الأنوثة مش شهادات ولا عمليات. الأنوثة دلع واهتمام ولبس يفتح النفس. أنا زهقت من الجدية بتاعتك دي. أنا محتاج ست أحس معاها إني راجل. يعني أنت عايز تطلقني علشان شفت جارتك لابسة حلو وريحة برفانها جميلة؟ ومحمود بكل جحود: والله لو الأنوثة اللي بره دي هي اللي ناقصاني يبقى نتطلق. وأنا فكرت فعلا، العمر بيجري وأنا عايز أعيش حياتي واتبسط. لا ده أنت اتجننت خالص يا محمود. أنت بتبص للي في إيد غيرك ومش شايف النعمة اللي معاك. عايز تطلق مراتك اللي صيناك علشان سمحت لنفسك تبص على حاجة مش من حقك تشوفها أساسا. محمود بينهي الحوار وهو داخل الأوضة. النعمة اللي بتشخر من التعب أول ما تحط راسها على المخدة. ما تلزمنيش. أنا عايز دلع، والظاهر إني هدور عليه بره مادام مش موجود جوه البيت. بعد يومين بالظبط من الكلام اللي دار، محمود كان واقف تحت قدام مدخل العمارة عمال يظبط قميصه ويرش بالبرفان الغالي وعينه على الأسانسير وهو نازل. وأول ما نزل طلعت منه سما وهي لابسة فستان صيفي رقيق وشايلة شنطة صغيرة وريحة برفانها سابقة المكان. محمود بيعمل نفسه لسه داخل العمارة وبابتسامة قال: مساء الجمال. يا خبر، هو الجو حر ولا إيه؟ ولا أنا متهيألي؟ مساء النور يا أستاذ محمود. الجو فعلا نار، بس انت شكلك لسه طالع وشيك، مش باين عليك الحر يعني. محمود بيقرب منها خطوة. الشياكة دي اتعلمناها منك يا ست الكل. الصراحة أنا كنت واقف في البلكونة أول امبارح وشفت الجمال وهو بينشر على الحبل. قصدي شفتك يعني. ياه، ده انت كنت مركز بقى. دي كانت هدوم البيت، ما كنتش أعرف إن الجيران عينهم حلوة كده وبياخدوا بالهم من التفاصيل. محمود بنبرة واطية وصدمة في نفس الوقت. التفاصيل دي هي اللي بتخلي الواحد يدرك إنه عايش في صحراء. أنا من يوم ما شفتك وأنا حاسس إن في فرق كبير بين اللي بشوفه في البيت وبين الجمال اللي ساكن فوقينا. والسما حطت إيديها على بقها وبخجل مصطنع: يا خبر يا أستاذ محمود، ده أنت شكلك شقي وكلامك يودي في داهية. والمدام الدكتورة منى إيه، مش مالية عينك ولا إيه؟ الدكتورة الدكتورة مشغولة بالمرضى والعمليات وطول الوقت لابسة لي بيجامة كستور. الدكتورة نسيت إن ليها راجل محتاج كلمة حلوة وطلة تفتح النفس. أنا عايش مع روبوت في البيت يا سما، مش ست خالص. وسما بدلع: حرام عليك، دي منى ست محترمة، بس يمكن ناقصها شوية حاجات بسيطة. الست يا حودة زي الوردة، لو ما لقيتش اللي يسقيها ويدلعها بتبقى ناشفة زي الخشب. ومحمود بيندفع في الكلام: هو أنا عايز اللي يسقيني؟ أنا عطشان يا سما، عطشان اهتمام، عطشان حب، عطشان أنوثة. أنا لما شفتك حسيت إن قلبي دق لأول مرة من سنين. قوليلي، هو اللي زيك إزاي عايش وسطينا؟ وسما بتقرب منه وبتمسكه من طرف القميص: عايشة وبحاول أجمل الدنيا حواليا، بس عارف، خسارة تعيش في الضلمة دي. طب والحل؟ أنا بقيت أطلع البلكونة أستنى ميعاد غسيلك أكتر ما بستنى ميعاد غدايا. وسما بهمس: الحل إنك تتجرأ. البلكونة مش حل، والسلالم ليها ودان، بس التليفونات ما بتقولش لأ. ومحمود بلهفة: معاكي حق، طيب سجلي رقم عندك
وعايزك تبعتيلي صورتك النهاردة. وفي اللحظة دي باب العمارة اتفتح، ودخلت منى وهي شايلة أكياس لطلبات البيت، وشكلها مجهد جدا. وشافتهم هما الاتنين واقفين مع بعض وقريبين جدا، ومنى بدهشة: انت بتعمل ايه هنا؟ وازاي واقف كده مع سما؟ ومحمود بثبات انفعالي: مفيش يا منى، كنت لسه داخل وشفت سما، بنسلم على بعض يعني، جيران عادي بنطمن على بعض، ولا ده كمان ممنوع في دستور المستشفى بتاعك؟ ومنى بتبص لسما: أهلا يا سما، معلش يا حبيبتي، محمود أحيانا ما بيعرفش يختار الوقت المناسب للكلام. وسما بابتسامة صفرة: ولا يهمك يا دكتورة، ده أستاذ محمود ذوق جدا، وكان بيسألني عن نوع المسحوق اللي بستخدمه، عن إذنكم. وسما بتمشي وهي بتتمايص، ومنى بتبص لمحمود بنظرة كلها شك: مسحوق يا محمود؟ وصل بيك الحال إنك توقف جارتك وتسألها عن الغسيل؟ أنت بتهين كرامتي قدام الغريب والقريب. محمود بيمشي من قدامها ببرود: أنا ما بهنش حد، أنا بقول الحقيقة، ريحة غسيلها تجنن، أحسن من ريحة حياتنا كلها. اطلعي يا منى، اطلعي. طلعت منى وكانت مقهورة، ودخلت المطبخ وبدأت تحضر الأكل، وكانت واخدة اليوم ده أجازة علشان تحاول ترضي جوزها. عملت الأكل وقعدوا يتغدوا، ومحمود كان متجاهلها تماما، واليوم خلص بدون أي كلام. ومنى حاولت على قد ما تقدر إنها تتجاهل الخناق معاه. وبالليل في أوضة النوم الساعة 2 بالليل، منى كانت نايمة من كتر التعب، ومحمود نايم جنبها، بس فتح التليفون ومنزل الإضاءة على الآخر، وبيبتسم وهو بيكتب لسما: مش عارف أنام، ريحة برفانك اللي شمتها الصبح لسه في مناخيري. أنا بكره البيت هنا يا سما أوي، بحس إن البيت بيخنقني. وسما بترد فورا: يا عيني على المحروم، معقولة يا حودة الدكتورة مش عارفة تنسيك ريحة برفاني؟ ولا هي بقى مشغولة بالأبحاث والعيانين؟ دكتورة إيه بس؟ أه نايمة جنبي دلوقتي بالبيجامة الزرقاء إياها، بحس إني نايم جنب واحد صاحبي. أنا محتاج لك يا سما، محتاج أحس إني راجل بجد. أنا كمان محتاجة راجل زيك يا محمود، راجل يقدر يعني إيه ست بتدلع وبتلبس له. أنا طليقي كان أعمى، ما كانش بيشوف الجمال اللي قدامه، علشان كده اتطلقنا. ومحمود بصدمة وفرحة: انت مطلقة بجد؟ يعني مفيش حد في حياتك؟ مطلقة من سنة، وعايشة لوحدي في الشقة اللي فوقك. الوحدة صعبة أوي يا حودة، خصوصا لما يكون جنبي جار وسيم زيك. وفجأة منى بتتقلب في السرير وبتفتح عينيها، بتشوف إضاءة التليفون على وش محمود، ومحمود بيقفل التليفون بسرعة وبيعمل نفسه نايم. ومنى بصوت هادي: محمود، انت لسه صاحي؟ بتكلم مين في وقت زي ده؟ في ايه يا منى؟ خضتيني. ما كنتش بكلم حد، كنت بشوف الساعة كام عشان ورايا شغل الصبح. ده انت بقيتي بارانويا خالص. ومنى بتقعد في السرير وبتبصله بتركيز: أنا مش بارانويا، أنا شفتك بتبتسم للتليفون. محمود، أنا ساكتة بقالي يومين وبحاول أقول إنك مضغوط، بس اللي حصل على السلم مع سما ما يتسكتش عليه. محمود بيولع نور الأباجورة وبيرد بجفاء: أهو ده اللي ناقص، تحقيق نص الليل، سما جارتنا وست ذوق، وأنا حر بقى أكلم اللي أنا عايزه. لا مش حر، أنت متجوز، متجوز ست شقيانة علشانك وعلشان البيت ده. أنت عارف سما دي مين؟ دي ست سمعتها في العمارة وكلها معروفة، جوزها طلقها علشان اكتشف إنها بتمشي مع طوب الأرض. بس أنا ما بحبش أجيب في سيرة حد علشان حرام، بس طالما وصلت لكده لازم تعرف علشان تفوق. أنا مراتك اللي شقيانة بره وجوه علشان أدفع معاك إقساط الشقة دي.
محمود بيقف وبيقول بحدة: انت كدابة، بتغيري منها علشان هي ست بجد، وانت نسيتي انوثتك في اوضه العمليات. سما مظلومه، وطليقها هو اللي ما كانش راجل. كمان بتدافع عنها؟ مظلومه؟ انت بتدافع عنها قدامي يا محمود؟ للدرجه دي وصل بيك الحال؟ ايوه بدافع عنها. وعارفه ايه كمان؟ انا قررت اطلقك يا منى. انا مش عايز اعيش معاكي تاني وادفن نفسي. انا عايز اعيش في بيت في ست بجد، زي الستات بتوع التيك توك، جمال وأنوثة ورقة. منى الصدمة لجمت لسانها. بتطلقني علشان إيه؟ علشان ستات التيك توك؟ بطلقك علشان أنا استاهل واحدة تدلعني، مش واحدة تعاملني كأني حالة طوارئ. سما هي اللي هتعوضني عن السنين الناشفة اللي عشتها معاكي. ومنى بتمسح دموعها وبقوة جامدة بتقول: تمام يا محمود، طلقني، بس افتكر الكلمة دي كويس. اللي يبص للي في ايد غيره بيجي عليه يوم لا بيطول ده ولا بيطول ده. هو السما اللي انت مبهور بجمالها في البلكونة، بكرة تشوف وشها الحقيقي. الوش اللي شفته في البلكونة كفاية عليا قوي. بكرة هروح للمأذون، وجهزي نفسك علشان تخلي الشقة دي، لأن سما هي اللي هتنورها مكانك. هكتبلك شيكات بكل الأقساط اللي دفعتيها، علشان ما تروحيش تقولي طلقني هو سرق تعبي. منى سابته وراحت الأوضة التانية، وفضلت تعيط وفي حالة صدمة. اللي وصل الحال إن جوزها يتجنن بالشكل ده. وتاني يوم في شقة سما، محمود لابس لبس شيك وماسك بوكيه ورد وبيخبط على الباب، وقلبه بيدق من الفرحة بعد ما رمى اليمين على منى الصبح. وسما بتفتح الباب وهي لابسة ربع ساتين وشعرها نازل على ظهرها، وسما بدلع. محمود، المفاجأة دي. محمود بيدخل بلهفة وبيقفل الباب. جيت يا روح قلب محمود، جيت. أنا حر خلاص، طلقت منى النهاردة الصبح، ورميت كل سنين التعب ورا ظهري علشان أبدأ معاك الصفحة اللي حلمت بيها. سما بضحكة غريبة بتقعد وحط رجل على رجل. طلقتها بالسرعة دي يا حودة؟ ده انت طلعت رومانتيك خالص وما بتضيعش وقت. بس مين قالك إني عايزة صفحات دلوقتي؟ محمود كان مسهول. يعني إيه يا سما؟ مش انت اللي قلتيلي إنك محتاجة راجل يقدرك؟ مش انت اللي قلتيلي إن الوحدة صعبة؟ أنا طلقت مرات الدكتور علشانك. سما بتولع سيجارة وبترد ببرود: وطلقتها ليه يا حبيبي؟ علشان شفتني بلبس مدندش في البلكونة؟ طب ما ده لزوم الشغل، علشان أكسرك وأكسر أي راجل تاني فكرني بيعه وشروة. محمود بيقع من إيده بوكيه الورد. بتقولي إيه؟ أنت كنتي بتلعبي بيا؟ مش لعبة بالظبط، بس أنت كنت تسلية لطيفة. وبعدين يا محمود أنا ست مصاريفها كتيرة جدا، وأنت موظف على قد حالك، ومراتك الدكتورة هي اللي كانت شايلة البيت. تفتكر بقى أنا هرضى أعيش مع واحد مطلق معهوش غير مرتبه اللي مش هيكفيني حتى أعمل مانيكير في إيدي؟ محمود فضل يصوت: انت ست نصابة، استغلتي ضعفي وشوقتيني لدنيا تانية علشان تخربي بيتي. سما بتقف وبتقرب منه وبتنفخ دخان السيجارة في وشه: أنا ما خربتش حاجة، أنت اللي خربت بيتك بإيدك. اللي يبص لجارته وهي بتنشر ويقارنها بمراته الشقيانة يبقى هو اللي ناقص. أنا كنت مجرد مراية وريتك قذارة تفكيرك يا محمود. محمود بيمسك دراعها جامد: أنا مش هسيبك، أنا ضيعت كل حاجة علشانك. سما بتزقه جامد وبصوت عالي بتقول: هتسيبي يا بابا وإلا هلم عليك العمارة وأقول إن أنت كنت بتحاول تتهجم عليا. وادي اللبس اللي مجننك أهو، خد اشبع بيه
بس من بعيد. ويلا يا حبيبي، الباب يفوت جمل. وروح دور على دكتورتك، يمكن ترضى بيك. خدام تحت رجليها بعد اللي عملته معاها من قلة الأصل. محمود طلع من شقة سما وهو بيترعش، وبينزل السلالم مش شايف قدامه. وبيوصل لشقته، بيفتح الباب، بيلاقي منى بتلم آخر شنطة ليها وبتمسح دموعها. ومحمود بصوت مكسور: أنا كنت غلطان. سما طلعت. ومنى بتقطعه ببرود تام: طلعت ست مش كويسة، طلعت بتلعب بيك. مش محتاج تحكي يا محمود، أنا عارفة عينات سما دي كويس جدا، شفتها في شغل كتير. بس الغلط مش عليها، الغلط على القلب اللي جاع فبص لفضلات الناس وساب النعمة اللي في إيديه. محمود بيترمي تحت رجليها: سامحيني يا منى، أنا عميت والله، اللبس والمسهر ضيعوا عقلي، سامحيني أرجوكي، أنا هعمل اللي يريحك. أنا اتعميت ونسيت قد إيه انتي تعبتي علشان توصلي للمركز ده، ما كنتيش منقصة حاجة على البيت وعمرك ما عيرتيني. منى بتبعد رجليها وبتمسك شنطتها: فات الأوان يا محمود، أنا مش كوتشي في رجليك تقلع وترميه وقت ما تحب. أنا دكتورة منى اللي كنت بتعايرها بتعبها، التعب ده هو اللي خلاني دلوقتي أشتري شقة تانية باسمي وأسيب لك الحيطان دي تشبع بيها أنت وخيالاتك. الشيكات دي أحبسك بيها لو ما رجعتليش فلوسي اللي عملتها بالسهر في المستشفيات والوقفة على رجلي في أوضة العمليات. مشيت منى وراحت على شقة إيجار وفضلت تعيط وتحكي لمامتها اللي حصل: يا بنتي احنا في زمن صعب، الراجل محتاج الست تبقى زي اللي بيشوفها على التيك توك والتلفزيون. كان هيحصل ايه يا منى لو لبستيله واتدلعتيله؟ يا ماما، أنا ما طلبتش إن جوزي يتغير ويلبس ويعمل ويدلع فيا علشان يبقى زي الرجالة اللي موجودين برضه على التيك توك، لأن بمنتهى البساطة بغض بصري بحفظه بعيني وبقلبي وبلساني. ما سمحتش لنفسي أتجاوز في الكلام مع زميل في الشغل ولا عيان، ولا أرفع عيني على حد. اللي حابب يوجد لنفسه عذر علشان يخون يبقى هو في الأصل مش محترم. واللي سمح لنفسه يقارن مراته بست تانية بص عليها يبقى عديم الأخلاق. أنا مش هرجع له يا ماما، لأن اللي زي ده ما شافش إني مكفياه ولا شاف قد إيه بتعب عشان حياتنا. عندك حق يا بنتي، أبوك الله يرحمه لما كان يتعزم عليه من زميلته في الشغل بلقمة ما كانش يرضى ياكل لو جعان حتى، ويقول في نفسه دي خيانة ليا حتى لو مش شايفاه، مع إن كان في وسط ناس كتير. الله يرحمه يا ماما. وبعد شهر من طلاق منى الشقة بقت ريحتها وحشة من قلة النظافة، ومحمود قاعد في البلكونة دقنه طولت وبطل يروح الشغل، وكان بيراقب بلكونة سما وشيطانه مسيطر عليه نفسه ينتقم منها. ومحمود بيهمس لنفسه: لازم أشوفها، لازم أعرف هي عملت كده ليه، أنا ضيعت حياتي، مش هسيبها تتهنى. وفجأة بتظهر سما في البلكونة، لكن المرة دي كان معاها راجل طول بعرض. محمود اتجنن واتصل عليها: لا، رقمه محظور. ونزل اشترى خط جديد واتصل عليها، وسما بترد بضحك: ألو، مين؟ أنا يا سما محمود. مين اللي واقف معاه كده؟ انت لحقت تبيعيني؟ لحقت تبيع اللي بينا؟ اللي بينا ايه يا محمود؟ انت لسه عايش في الوهم ده يا حودة؟ ده عصام خطيبي، قصدي الممول الجديد. وبعدين انت مالك؟ مش انت طلقت الدكتورة علشان تتفرج؟ اهو انا خليتك تتفرج ببلاش. يلا بقى اتكل على الله بدل ما عصام ينزل يوريك. وقفلت في وشه السكة، وفي اللحظة دي سمع باب الشقة بيتفتح وجري بسرعة، افتكر إن منى رجعت. كنت عارف إن انتي مش هتسيبيني، سامحيني يا منى، أنا جاي أقولك إن قدامك 24 ساعة تفضي المكان وتسلمني الشقة،
أو هحبسك بالشيكات اللي معايا، تدور بقى على مكان تعيش فيه. أطلع فين؟ لا طبعا دي شقتي. بص يا محمود، علشان العشرة اللي بينا جيت أقولك قبل ما أروح للشرطة وأعمل فيك محضر وتتحبس، أنا بكرة هاجي واستلم الشقة. محمود كان مصدوم، بس رجع بالذاكرة لورا وافتكر منى قدمت تضحيات قد إيه لما كان بيجي يحكي لها على أصحابه وعلى وضعهم، وتعبت قد إيه علشان ينقلوا سكنهم من حي شعبي لحي راقي، وإنها ولا مرة حسسته قد إيه هو مقصر ولا قد إيه هي تعبانة، وقرر إنه يسيب الشقة كعقاب ليه، وتعلم درس قاسي جدا إن المظاهر خداعة، وإن اللي بيشوفه على الشاشات أو في أي مكان مش شرط يكون حقيقة، وإن ممكن يكون في إيده كنز كبير جدا غيره يتمناه. ومنى قعدت في الشقة مش عارفة تعمل إيه. يا ترى لو انتوا كنتوا مكانها كنتوا هتسامحوا محمود وتدوله فرصة تانية، ولا قليل الأصل هيفضل طول عمره قليل الأصل؟